وسلم وبارك على سيدنا محمد. كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك. ربنا يعود علينا وعليكم الأيام بخير. إن شاء الله برنامجنا قصص من القرآن هنتناول 30 فيديو، كل فيديو هناخد قصة من جزء من القرآن. والنهاردة أول يوم رمضان ومعادنا مع الجزء الأول، واخترت لكم قصة سيدنا آدم. يلا بقى اللي عنده أطفال يجي علشان يسمع القصة، وانتوا كلكم علشان نسمع مع بعض القصة. يلا بعد الفاصل عشان نبدأ القصة مع بعض. سيدنا آدم عليه السلام لما ربنا سبحانه وتعالى أخبر الملائكة على سبيل التنويه وقال لهم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. ربنا سبحانه وتعالى أخبر الملائكة إن هو هيخلق خلق جديد، والخلق دوت هيبقى ليه خلف وذرية في الأرض. فالملائكة سألت ربنا على سبيل إن هي عايزة تعرف الحكمة، وقالت لربنا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ طب الملائكة عرفت منين إن البني آدم هيفسد في الأرض؟ في قولين ان ازاي الملائكة عرفت ان البني ادم هيفسد في الارض. في قول بيقول ان قبل خلق سيدنا ادم ربنا سبحانه وتعالى كان خالق قبليه الجن ب2000 سنة، والجن كانوا ساعتها موجودين على الارض وسفكوا الدماء وافسدوا في الارض، فربنا بعت لهم جند من جنده وطردهم لجزر البحر. وفي قول تاني بيقول ان الملائكة عرفت ان الانسان هيفسد في الارض لان هي اطلعت على اللوح المحفوظ. ربنا سبحانه وتعالى قال للملائكة: إني أعلم ما لا تعلمون. وأمر ربنا سبحانه وتعالى سيدنا جبريل إن هو ينزل للأرض ويجمع من تربة الأرض. سيدنا جبريل نزل للأرض وجمع من التربة البيضاء والتربة الصفراء والتربة الحمراء والتربة السوداء، ودوت اللي نتج عنه اختلاف السلالات والألوان في البشر. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى خلط الطين ديت بالماء وأصبحت كالحمأ المسنون، يعني بقت عاملة زي الصلصال. وكان الصلصال دوت متشكل في الجنة، وكان إبليس كل ما بيعدي من على شكل الطين دوت بيتعجب وبيقول: يا ترى إيه هو الخلق الجديد اللي هو مش عارفه دوت. وإبليس كان من كتر العبادة بتاعته عبد ربنا آلاف السنين، ربنا سبحانه وتعالى رفع المكانة بتاعته وخلاه مع الملائكة. ربنا خلى إبليس مع الملائكة من كتر العبادة اللي هو كان بيعبدها لربنا. ربنا سبحانه وتعالى بعد ما شكل الطين على هيئة بني آدم نفخ فيه من روحه. بعد ربنا سبحانه وتعالى ما نفخ في الطين من روحه، عينه فتحت وبدأت تدب في الحياة، وأصبح خلق جديد وهو سيدنا آدم عليه السلام. ربنا سبحانه وتعالى أمر الملائكة كلهم إن هم يسجدوا لهذا الخلق العظيم. الملائكة على طول سجدت لهذا الخلق العظيم إلا إبليس. إبليس مرضاش يسجد لهذا الخلق. ربنا سبحانه وتعالى قال له: يا إبليس أنت ليه ما سجدتش لهذا الخلق؟ رد إبليس باستكبار، رد إبليس بغرور، قال له: أنا إزاي أسجد له وأنا مخلوق أحسن منه، مخلوق من النار ودوت مخلوق من الطين. ربنا سبحانه وتعالى غضب من إبليس لأنه هو عصى أمره ومرضاش يسجد لآدم. مرضاش يسجد لآدم لأنه هو عنده كبر، وما ينفعش واحد يكون عنده كبر. طالما ربنا قال أمر لازم كله يطيع أمره. ربنا سبحانه وتعالى غضب على إبليس وطرده من رحمته. إبليس دعا ربنا إن هو يمدله في عمره لحد يوم القيامة علشان يثبت لربنا إن آدم وذريته هيعصوه، عشان يثبت لربنا إن الكائن اللي أنت فضلته عليا دوت ما كانش جدير إن هو يتسجد له. ربنا سبحانه وتعالى استجاب لإبليس وأنظره إلى يوم القيامة. إبليس من الموقف دوت وهو بيحقد على آدم وبيحسده علشان ربنا سبحانه وتعالى فضله. إبليس كان عايز ينتقم من آدم وذريته علشان هو أخرجه من الجنة. فكر إبليس يعمل إيه؟ سيدنا آدم بعد ما ربنا خلقه علمه الأسماء كلها، علمه أسامي كل حاجة، علمه اللغات، علم آدم وعلمه أسماء الأشياء. وبعد كده سأل الملائكة عن هذه الأسماء فالملائكة ما عرفتش. آدم عليه السلام لما كان قاعد في الجنة شعر بالوحشة. ربنا سبحانه وتعالى خلاه ينام، وبعد ما نام أول ما صحي من النوم لقى عند راسه كائن تاني. الكائن دوت أنثى واسمه حواء. سألها: أنت مين؟ قالت له: أنا حواء. وربنا سبحانه وتعالى خلق حواء من ضلع آدم علشان تأنسه. ربنا سبحانه وتعالى خلق له حواء واحدة. ربنا سبحانه وتعالى خلق حواء لآدم علشان تؤنسه في الجنة. ربنا بعد كده قال لآدم يسكن الجنة هو وزوجته حواء ويستمتعوا بيها
بس اخبرهم ان ليكوا ان انتوا تستمتعوا في الجنة زي ما انتوا عايزين، الا شجرة واحدة ممنوع ان انتوا تيجوا جنبها، ممنوع شجرة واحدة ان انتوا تاكلوا منها. وسبحان الله دي رسالة من ربنا ان الحاجات الحلال كتير قوي ربنا خلقها لنا، ربنا خلق لنا متعة حلال كتير قوي، لكن الانسان بنظرته الصغيرة دايما بيبص على الحاجات الممنوعة، الممنوع مرغوب زي ما بيقولوا. الشيطان بقى بيفكر وعايز ينتقم من سيدنا آدم اللي هو كان السبب في طلوعه من الجنة، متوعده ان هو عايز ينتقم منه وعايز ينتقم من ذريته. فكر يعمل ايه؟ فبعض الكتب بتقول ان هو تمثل في شكل رجل صالح، وبعض الكتب التانية بتقول ان هو استخبى في خياشيم الحية. وساعتها وسوس لآدم وعمل ان هو بينصحه وان هو صعبان عليه، قال له انت يا آدم هتبقى في الجنة ديت انت وحواء، بس للأسف انت مش هتخلد فيها، وانا عندي ليك نصيحة، لو انت عايز تخلد في الجنة دي ويبقى ليك ملك لأبد الآبدين لازم تاكل من الشجرة ديت. آدم وحواء نسوا التحذير اللي ربنا سبحانه وتعالى حذره لهم وقال لهم ان انتوا ما تاكلوش من الشجرة ديت. آدم نسي التحذير اللي ربنا حذره له وبالفعل أكل من الشجرة هو وحواء. بعد ما سيدنا آدم أكل من الشجرة هو وحواء، لاحظوا إن الملابس اللي ربنا سبحانه وتعالى كان خلقها لهم وكان ساترين بيهم جسمهم، الملابس دي بدأت تتساقط من عليهم وبدأ تبان العورة بتاعتهم. بدأ يتغوط هو وستنا حواء، بدأوا يتغوطوا في الجنة، بقوا مرتبكين ومستغربين إيه اللي بيحصل لهم دوت. آدم من كتر الارتباك بقى يجري في الجنة. في بعض الكتب ان سيدنا آدم كان كثيف الشعر وكان شعره طويل جدا، من كتر ما هو عمال مرتبك وبيجري في الجنة فشعره شبك في غصن من الأشجار. فربنا سبحانه وتعالى قال له لما الفرار يا آدم، انت بتهرب من مين؟ فرد عليه سيدنا آدم وقال له انا مش بفر يا رب ولكن حياء منك. كان سيدنا آدم مكسوف جدا من اللي حصل لانه هو نسى وعصى امر ربنا واكل من الشجرة هو وستنا حواء. وساعتها نادى منادى من عند العرش وقال أن يا آدم اخرج من جواري فإنه لا يجاورني فيها عاصي. وساعتها ربنا أمر سيدنا جبريل إن هو ينزل بسيدنا آدم وستنا حواء من الجنة وينزلهم على الأرض. وبالفعل سيدنا جبريل نزل بسيدنا آدم على جبل سرنديب في الهند، ونزل بستنا حواء في مكة. واتقال في بعض الروايات ان هم تاهوا عن بعض تقريبا مدة 40 سنة والتقوا عند جبل عرفات. وقيل ان جبل عرفات اتسمى بالاسم دوت لان هو الجبل اللي اتعرف فيه سيدنا آدم على ستنا حواء بعد ما قعدوا تايهين 40 سنة بعد ربنا سبحانه وتعالى ما انزلهم من الجنة. وساعتها حس سيدنا آدم بالندم الشديد وقعد يستغفر ربنا علشان يتوب عليه. وبعد ما اكل سيدنا آدم الشجرة ربنا سبحانه وتعالى قال له مش انا حذرتك يا آدم ان انت ما تاكلش من الشجرة دي واخبرتك ان الشيطان عدو ليك انت وذريتك؟ سيدنا آدم رد وقال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقيل في بعض الكتب ان ربنا سبحانه وتعالى نزل سيدنا آدم وستنا حواء والحية وابليس وقال لهم اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. وقيل في بعض الكتب ان ربنا سبحانه وتعالى عاقب الحية ونزع قوائمها وخلاها تمشي على بطنها الى ابد الابدين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. ربنا سبحانه وتعالى بعث لسيدنا آدم بعض الكلمات ليتوب عليه، واستغفر سيدنا آدم وستنا حواء لربنا سبحانه وتعالى وشعروا بالذنب الكبير اللي هم ارتكبوه، وعرفوا وتيقنوا ان ابليس عدو ليه هو وذريته. ومن ساعتها وإبليس هو عدونا الأوحد، إبليس وذريته عدو لينا إحنا وذريتنا، عداوة أبدية من أول خلق سيدنا آدم. علشان كده لازم تعرف عدوك كويس قوي وتعرف خططه وتعرف هو بيفكر في إيه علشان ما تتوهش في شباكه. ودي كانت قصتنا النهاردة عن سيدنا آدم عليه السلام، وانتظرونا بكرة في حلقة جديدة وقصة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.